على الماتش. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة، مين سبب الخسارة النهاردة أو مين سبب التعادل النهاردة؟ أنا بحسبها، أنا بصراحة بحسب الماتش دي خسارة مش تعادل. مين السبب؟ كولر. ما تقوليش اللعيبة، ما تقوليش مش عارف، لا كولر مش عارف يوظف اللعيبة ويحط اللعيبة فين. أنت عندك مهاجم، طيب أسامة أبو علي مصاب، جبت الراجل الأجنبي الجديد جايبه بيلعب، مش جايبه قاعد دكه. انت مش جايبه عشان تقعده دكه، انت جايب الراجل الاجنبي عشان يلعب. يعني لو اجى النهارده تاني يوم ينزل يلعب. انت جايب لعيب اجنبي بفلوس تلعبه، ما تقعدوش دكه. انت عشان كده انت لو في وسام ابو علي موجود خلاص، عندك مهاجم خلاص قعده، مفيش مشكله. لكن انت مش عندك لعيبه، وسام ابو علي مصاب، انت تلعب من غير مهاجم، تقوم قاعد الراجل وتحس بغلطك تنزله الشوط الثاني. يا عم ارحم عقولنا، ارحم عقولنا. عندك برضك مصطفى العش، راجل لسه جاي. عندك مين تاني بره؟ عمر كمال قاعد بره دكه. يا اخي مصطفى العش خليه اخر 10 دقائق، خليه اخر ربع ساعه. طب عندك عمر كمال، عمرك والدبيس موجود، نازل عمر كمال نزل شوط تاني، شفت عمل ايه؟ حرك الماتش. ليه ما تلعبش؟ ليه ما تلعبش بالطريقه دي من الشوط الاولاني؟ هو انت يعني انت بتجرى سيناريو في دماغك للمباراه، لو ما حصلتش هعمل بقى الشوط الثاني كده. يا اخي بالله عليك، يا اخي بالله عليك، الكوره الف ب كوره خلاص. اعمل اللي اللعيب بيلعب في مكانه لعبه. امام عاشور لما نزل من قدام نص الملعب شوف عمل ايه، ينزل يستلم الكوره ويحرك الناس. عمل ايه؟ الماتش اتحرك. ارحمنا بقى، ارحمنا. ضيعت الماتش منا وانت في اونطه، وحكم المباراه ادانا خدمه عمرنا النهارده بطرد احمد توفيق. خدمه عمر بامانه الله. الكره ما فيهاش طرد، هو انذار، اخرها الكره دي انذار، لكن ما فيهاش طرد. الكوع مفروض، ادراعه مفروض، ما فيهاش حاجه. والضربه مصيبه. يعني انت خدمتني والحكم خدمك واداك الفرصه ان انت يعني تقول خد فوز، تطلع الشوط الثاني تنزل جوز اكرم، طلع لي اكرم توفيق. اكرم توفيق قلنا 50,000 مره، اكرم توفيق ما عدش هيدي النادي الاهلي بجنيه، بجنيه واحد هيستخسروا في النادي الاهلي. ساغ هيستخسروا في النادي الاهلي، عرب هيستخسر. اكرم مش هو ده اكرم توفيق. اكرم توفيق عمال يجري ورا الكره، يرمح في الملعب بس، يجري هنا ويجري هنا ويجري هنا، ما بيقطعش كوره، ما بيقطعش كوره بس فقط لا غير. الكوره الوحيده اللي قطعها قدام الجون بدماغه راحت مش عارف لمين وبرضك، ومش حد استفاد بيها وطلعت بره. هي دي الكره الوحيده اللي عملها اكرم توفيق، غير كده ما عملش حاجه. اكرم توفيق طول الشوط الاولاني اللي هو لعبه، طلع اكرم توفيق وقعدته دكه. ما تلعبوش يا عم، عنده في لعيبه تانية تستاهل لعبها يا عم، ما تلعبوش جرافه امنا يا اخي. هو انت عقلك دي ايه؟ عندك اللعيب جايبه، وعندك دي وعندك دي، لاعب اللعيبه دي. قدر الله ما شاء فعل. يا امام ضربه جزاء، تضيع ضربه الجزاء في اخر 10 دقائق علشان خاطر اللب اللي انت عاوز تعمله دي، والفتاكه في الكوره ضيعت. سوء توفيق، الكرة ضربت في العارضة ما فيش مشكلة، لكن انت في ايدك خلاص يا اخي اضمن الكرة، وبعدين بعد كده اعمل الشهات واعمل اخد الترند في اي حاجة تانية غير اللي انا اضيع مجهود لاعب حاول على الكرة وخد ضربة جزاء. ارحم امنا بقى يا اخي، العب كرة وخليكوا رجالة والعب كرة، الكرة اللي تنضمن. ضيعت الفوز النهارده، ضيعت الفوز قدام بيراميدز من اول ال 40 دقيقه من الشوط الاولاني، وبيراميدز بتلعب ناقصه واحد ومفيش فايده. قدر الله ما فيش افعال، ما زالت الصداره لبيراميدز
وما زال الفارق نقطتين ولا نقطة. والله ما عاد عارف الواحد نقطتين ولا نقطة من الخنقة اللي عملنا يعني دي جمهور الأهلي. شوف قدين في الاستاد جمهور الأهلي يعتبر مالي نص التالتة شمال، ماليها كامل. يلا يا كابتن يا محمود يا خطيب، جزاءات والله النادي الأهلي عاد فيه أسلوب مش شفناه قبل كده. جزاءات على اللعيبة دي وجزاءات على كولر. اخصم من أمه يا أخي، مش عاجبه يغور في 60 داهية في رعاية الله.